مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من سلسله بنت المافيا ووكيله نيابه عامه في نفس الوقت. كتبدا الحلقه ديالنا مع صفاء مشات للغابه باش دير صفقه مع غاري دي سانتو اللي هو العدو ديال العائله ديالها، ولكن ما جاش هو وصيفط غا ولدو دانييل. هادشي اللي خلاها تفاجئ وتقول اواه كيفاش هذا جا حتى لهنايا وهي دايره مع باه، حيت كان خاصو يقولها لها. شويه هو يقول لها دانييل ما كانش عندي اختيار اخر، بابا كان شاك بلي شي واحد كان كيتبعك وهادشي علاش صيفطني انا. صافا ما فهمتش والو، بقات كتسول فيه شنو كتعني، شكون اللي تابعني، واش جريمي ولا شي جهه قانونيه اخرى؟ ولكن الحقيقه كانت خطر من هكاك. شويه بدا كيتصل بها الاب ديال دانييل اللي هو العدو ديالها في الاصل، بدا كيتصل بها مباشره وقال لها بصوت بارد ما نقدرش انا نحضر اللقاء ديالنا حيت كانوا تابعينك شي وحدين وخاصك تكوني واعيه ما تجيبيش لنا الخطر حتى لعندنا. من بعد غاري اللي هو العدو ديالها بدا كيهضر معاه بواحد الكلام اللي قاصح بزاف وفيه مصلحه ليه غير هو. قال لها حنا غادي ناخذوا سلاح ولكن غنعطيو الحمايه لخوك في الحبس، غادي نحميوه هو في الحبس وانت غتاخذي واحد النسبه من الارباح. ولكن صفاء ما كانت سهله وجاوباتو جواب قاصح وقالت ليه الاب ديالي اختارني انا باش نكمل الطريق في بلاصتو هو قبل ما يموت وماشي باش نكون لعبه بين يديك. ولكن غاري دي سانتو ما خلاش لها حتى فرصه فين تدوي وقال لها بالجمله ديالو الشهيره العرض مطروح فوق الطابله، خلي الطريق مفتوحه بيناتنا وغادي تلقاي الفلوس اللي غتاخديها انتيا والحمايه اللي غياخذها خوك هو في الحبس. من بعد مساله المكالمه ديالها معاه بدات كتفكر مع راسها وكتقول شنو خاصني ندير، غاري باغي ياكلنا كاملين باغي يقصينا. من بعد رجعت لعند خوها رالف اللي في الحبس واللي كانت اول زياره ديالها ليه من مده طويله. خوها رالف ومن بعد القتله ديال العصا اللي خداها في الحبس، فرغم الضرب اللي تعرضت ليه وديك العصا اللي كلاها بقى قوي وهو يقول لها ماشي وقت الدموع اختي، خاصنا نردوا الصرف ونتحركوا دغيا. ولكن ملي جبدت ليه القضيه ديال المسؤوليه ديال العائله وباللي باه هو اللي عينها باش تحمل المسؤوليه ديال العائله وتسير الامور، رالف هو يتصدم ويقول لها انت غادي تخربي كلشي، انت بنت وما تقدريش على هذه المسؤوليه. وبا ما كانش في الوعي ديالو فاش عطاك المسؤوليه، كان كيموت ديك الساعه. ولكن صفاء بقات متماسكه وقالت لي رالف خويا خاصنا نكونوا يد وحده على الاقل نديروها على خاطر الاب ديالنا. رالف بدا كيبرد وقال لها واخا يلا قولي لي دابا شنو واقع، وهي تقول لي صفاء على العرض ديال غاري دي سانتو وعلى الرغبه ديالو في السيطره الكامله عليهم. رالف هو يجاوب اختو بواحد الجواب اللي واضح، قال لها ما يمكنش العائله ديال موناردو يكونوا تحت الرحمه ديال العائله دي سانتو، خاصنا نبينوا لهم اننا باقيين في اللعبه ونعطيهم سبب باش يفاوضونا. صفاء بقات كتفكر مع راسها وكتقلب على السيروت اللي غيعطيها الحل للقضيه هذه، وهي تقول مع راسها السلاح اللي تحجز في الرصيف 23 راه مخبأ في المخزن ديال البوليس وخاصنا ناخذوا النص ديالو. وهنا غتبدا واحد الخطه جديده كتدور في راسها، ولكن وسط كل هاد الضغط كامل اللي كتعاني منه كانت كتواجه حتى الجريمه اللي خدام معاه في الخدمه واللي بدا حتى هو كيشك فيها وكيتبعها وقال لها انا شفتك كتبوسي واحد خونا. ولكن صفاء قطعات عليه الشك وقالت لي ما كاين والو، هذاك غير دانييل غير صديق ديالي من الصغر وما كنفكرش في حتى شي حاجه تكون بيناتنا انا وياه. ورغم التوتر كامل اللي كان داير بيناتهم بالاخر جاتهم واحد الخبار زوينه باللي كاين واحد الشاهد جديد في القضيه ديال الاختفاء ديال صوفيا، وهذا الشاهد عنده واحد الهويه سريه واخا هكاك بغى يشهد. من بعد وهما في المكتب كانت صفاء كتسمع بالصدفه لورا اللي خدامه معاها في المكتب كتكلم على داك السلاح اللي في المخزن. صفاء قالت مع راسها الرصيف 23 وهي تقول مع راسها واش هاد لورا بدات كتجمع في الخيوط اللي غتوصلها للعائله ديالنا والمافيا ديالنا. لورا حسات بها كتصنت عليها وهي تقول لها واش كتجسسي عليا، ولكن صفاء ردات عليها بقوه وقالت لها ماشي من حقك تهميني بلا دليل، راك كتهضري مع نائبه وكيله النيابه عامه. وسط العاصفه كامله رجعت صفاء للدار وجمعت الفريق ديالها اللي كيتكون من ولد عمها طومي وسالفاتوري وقالت لهم بلي السلاح المحجوز راه النص ديالو ديالنا، خاصنا نتفاوضوا مع غاري دي سانتو على اساس ماشي طالب ولكن قوه، يعني صح خصو يعطيهم داك السلاح. طومي ولد عم صفاء قال لها خاصنا نعيطوا ليه دابا. من بعد لحظات كتعيط ليه صفاء وكيجاوبها غاري دي سانتو كيقول لها كنظن انك اتصلتي بيا باش تقبلي العرض ديالي. ولكن صفاء جاوباتو وقالت لي انا عيطت عليك باش نقترح لك واحد العرض اللي غيكون قوه واحسن من العرض الاول. قالت لي السلاح ديال رصيف 23 كنت نقدر ناخذه كامل ولكن يمكننا نتقاسموا انا وياك ولكن بشرط واحد. موناردو قال لها شنو هو هذا الشرط هذا؟ قالت لي صفاء تحيد من الطريق ديالنا تخوي لنا الطريق وما تبقاش تشك في العائله ديال موناردو. غاري دي سانتو بقى ساكت في التليفون ويقول لها هادشي مثير للاهتمام. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه الثالثه ديالنا من السلسله هذه، فما تنساوش تشاركوا في القناه الخوت باش يوصلكم بزاف ديال الحلقات ديال السلسله هذه وجايين سلسلات اخرين في الطريق.